فاكرين ان جمله ليديز فيرست دي اتيكيت وجنتله من الرجاله انهم يخلوا الستات يعملوا الحاجه هم الاول قبل منهم؟ ما طلعتش كده. طلع ان الراجل بيعمل كده علشان بيبقى مقلق من الست، احسن تغير رايها في اخر لحظه ويشيل هو الليله لوحده. الموضوع اصلا ابتدى في ايطاليا، بيقولك ان كان في ولد وبنت حبوا بعضهم جدا، لكن اهاليهم رفضوا الجوازه بتاعتهم دي، فالبنت والولد هما الاثنين قرروا انهم ينتحروا سوا. راحوا مختارين اكبر صخره فيكي يا ايطاليا وقرروا ان هما يرموا نفسهم من عليها. البنت جت ترمي نفسها الاول، الولد قال لها لا استني، انا مش هقدر اشوف منظرك وانت بتموتي، خليني انا ارمي نفسي الاول. البنت لما شافت المنظر ده اترعبت جدا وخافت وغيرت رايها وقررت انها ما ترميش نفسها ورجعت تاني على بيت اهلها. بس في روايه تانية بقى لاصل مقوله ليديز فيرست دي، قال لك لا، الرجاله مش مقلقه من الستات، الرجاله خايفه عليهم، لان المقوله دي اساسا ظهرت وقت الحروب لما كان الرجاله عايزين يوفروا مكان امن للستات والاطفال بعيد عن الاذى. انتوا بقى رايكم ايه؟ الرجاله خايفه علينا فعلا ولا مقلقين مننا؟